صباح الخير واهلا بيكم في اول حلقة من بودكاست استباحة رياضية اللي بنقدم لكم فيه كل صباح بمواضيع شيقة ومهمة عن الرياضة. انا معاكم دكتور فتح الله الشورى، وحلقتنا النهاردة هتتكلم عن حاجة كلنا بنشوفها لكن يمكن مش بنفكر فيها كتير. هي مدرب البراعم والناشئين ودوره في بناء الاجيال الرياضية. فنجان القهوة جاهز؟ يلا بينا. بصوا بقى يا جماعة، الرياضة للأطفال مش مجرد جري ولعب وخلاص، دي حاجة أساسية بتشكل شخصية الطفل وجسمه من بدري. ليه الرياضة مهمة؟ للبراعم والناشئين بتساعدهم يكونوا جسم صحي وقوي، بتعلمهم قيم الانضباط والالتزام، بتفتح قدامهم فرص للتفكير بشكل أفضل وحل المشاكل، وكمان بتفرغ طاقتهم في حاجة مفيدة بدل ما تضيع في أي حاجة. لكن اللي بيخلي الرياضة فعلا تفرق هي وجود مدرب فاهم دوره كويس. يبقى مدرب فاهم دوره كويس. مدرب البراعم مش مجرد واحد بيعلم الطفل المهارة، ده بيكون زي الأب التاني اللي بيوجههم وبيصقل شخصيتهم. طيب مين هو المدرب الناجح اللي يقدر يأثر في حياة الأطفال؟ تعالوا نشوف. الصبر والتفاهم. يعني المدرب الناجح لازم يكون عنده بال طويل، لأن الأطفال بيتعلموا ببطء وممكن يغلطوا كتير. فهم طبيعة الأطفال، يبقى لازم يعرف يطور مهاراتهم، لازم يعرف مراحل نموهم، لازم يعرف ايه اللي يناسبهم وايه اللي ما يناسبهمش، ويديهم المهارات والمحتويات الفنية والبدنية اللازمة، كل حاجة في وقتها. تشجيع المستمر. الأطفال محتاجين يسمعوا كلمة برافو كتير، برافو على طول، عشان يتحمسوا ويكملوا. غرس القيم والأخلاق. المدرب دوره مش بس يعلم الطفل المهارة، لكنه كمان بيعلمهم قيم التعاون والروح الرياضية، ويغرس جواهم الأخلاق الحميدة. المدرب الشاطر هو اللي يخلي الطفل يحب الرياضة ويستمتع بيها، وده بيكون الأساس لأي نجاح رياضي في المستقبل. المدرب داعم بيخلي اللاعب يحب الرياضة. ليه بيخليه يحب الرياضة؟ عشان يستمر فيها على طول، ما يخليهوش يتسرب منها ويسيبها ويمشي. لا، المدرب له دور فعال في حب الرياضة لدى الأطفال. تعالوا نتكلم شوية عن تأثير المدرب على الطفل في المستقبل، على المستوى الرياضي، على المستوى الشخصي، على حب الرياضة. على المستوى الرياضي، المدرب الجيد بيبني الأساس اللي الطفل هيعتمد عليه لما يكبر، فهو اللي بيحط، هو اللي بيضع الأساس وفق الأسس العلمية اللي يعتمد عليها لما يكبر، بل وكمان بيديله، بيحفزه، بيدعمه عشان يكمل لقدام. على المستوى الشخصي، المدرب هو اللي بيزرع الثقة في نفس الطفل. الثقة في النفس هو المدرب اللي بيغرسها في الطفل، بيخليه يواجه أي تحدي، بيخليه يعتمد على نفسه، بيخليه يتحمل مسؤولية. على حب الرياضة، لو المدرب عمل جو حلو ومرح أثناء التمرين، الطفل هيحب الرياضة طول عمره، لأنه هيرتبط بالمدرب، هيرتبط بالرياضة، هيستمر في التمرين. في مدربين كتير دعموا اللعيبة وخلوهم يوصلوا للعالمية بسبب دعمهم وتشجيعهم وأمنوا بمستواهم. شفنا على كده كتير، شفنا محمد صلاح وهو بيتكلم عن مدربه، وشفنا كريستيانو رونالدو وهو بيتكلم عن المدرب برضو اللي دربه في حياته. هندخل بقى على مرجع من مراجع أستاذنا الدكتور مفتي إبراهيم، التدريب الرياضي للناشئين والمدرب الناجح. هنشوف قال إيه عن مدرب المستقبل اللي إحنا بنطمح إن كل المدربين تبقى عندهم كل هذه الصفات. قال لنا أستاذنا الكبير إن المواصفات مدرب المستقبل الناجح: أول حاجة النمو المهني، يخطط لنموه المهني. 2. تخطيط، مخطط للتدريب ومتطلباته الإدارية. 3. التنظيم، بينظم وبيسجل جيد للتدريب والجوانب الفنية والإدارية. آفاق الفكر، يرحب بالأفكار الجديدة المفيدة في عالم التدريب. اللاعبين سواء ناشئين سواء براعم بيفهمهم جيدا، يتعامل مع كل منهم بالأسلوب المناسب التربوي. الرؤساء والزملاء، بيفهم واجباته ومسؤولياته تجاه كل منهم ويقوم بها. التنافس، يحترم قدرات الفرق الأخرى ويقدرها ولا يخاف منها. الثقة، واثق من نفسه
دون غرور. الثقافة والمعرفة العامة والرياضية والتخصصية، فهو أيضا مدرب متعطش للمعرفة بأنواعها. اللياقة البدنية والذهنية والقوام الجيد، يتميز بدرجات مرتفعة فيها. العادات الصحية، ممارس لكافة العادات الصحية وقدوة للناشئين. المخاطرة، لا يخاف المخاطرة. التغيير، يعترف بالخطأ ويتجه نحو التغيير الأفضل إذا كان ضروريا. الابتكار، يميل إلى الابتكار ولا يكتفي بالتقليد. شفنا من اللي احنا قلناه من كلام أستاذنا الدكتور مفتي إبراهيم، بنقول للمدربين لابد وأن تتميز بصفات المدرب الناجح. لابد أن يكون لكل مدرب مهارات يطورها ويطور من نفسه ويبني مستقبله. فبالتالي ان كل مدرب بيفكر ان هو يساعد لاعب في بناء مستقبله، فبالتالي هيبقى حاجة كبيرة، حاجة محترمة في البلد اللي احنا عايشين فيها. تطوير الرياضة أساسها المدرب، والمدرب أساسه أن يتعلم التدريب الرياضي بالشكل الصحيح. فالمدرب هو أهم فرد في الدولة، فعن طريقه يبني القيم عن طريق اللعب، يغرز الأخلاق الحميدة عن طريق اللعب، يعلم اللاعبين كل ما يجب أن يكون من النواحي البدنية والمهارية والخططية والنفسية والذهنية والأخلاقية والمعرفية. كل ذلك هو المدرب. فالمدرب يجب أن يكون قدوة للاعبين، يجب أن يكون مراعي لكل الأمور، يطور من نفسه، يبني مستقبله ويبني مستقبل اللاعبين. عايز أقول حاجة لكل مدرب بيشتغل مع البراعم والناشئين: انت مش بس بتعلم الطفل رياضة، انت بتبني شخصية، انت بتبني شخصية اللاعب وبتصنع مستقبل أفضل. ولو انت ولي أمر، ساعد المدرب وادعم طفلك عشان يستفيد من التجربة لأقصى حد. شكرا لكم انكم كنتم معانا في اول حلقة من استباحة رياضية. تابعونا في الحلقات الجاية وشاركوا معانا قصصكم وتجاربكم على وسائل التواصل الاجتماعي، واكتبوا تعليقاتكم على الفيديو بقناتنا على اليوتيوب، واشتركوا معانا بالقناة. نشوفكم على خير.